فكره السفر بالنسبه لنا احنا كشباب، يعني الناس اللي ما عندهمش فلوس، الناس اللي عايزين يعملوا فلوس، الناس اللي عايزه تزود دخلها، الناس اللي هي عايزه تطور من مهاراتها ويبقى ليها بيزنس خاص بيها ويبقى ليه شغله الخاص بيه والكلام ده كله، بتبني على حاجات كتيره جدا. اولا انت قبل ما تسافر لازم تحدد هدفك ايه، لان السفر ده ادمان بمعنى الكلمه. السفر حلو جدا جدا بالنسبه لك انت كشخص لسه ما دخلتش دنيا، بمعنى صح لسه ما بقاش عندك اسره، ما بقاش عندك عيله. وهنيجي نقول مين فينا ما بيحبش او مش عايز يزود دخله؟ مين فينا ما بيحبش ان هو تكون عنده حريه ماليه، يبقى فيه في جيبه فلوس كتيره، في بيته فلوس كتيره. وزي ما بيقولوا كده دايما عندنا مثل كده بيقول لك البحر يحب زياده. حتى لو هو شغال في مصر شغلانه بتكسبه يعني قرش حلو او قرش كويس، وجات له مثلا فرصه ان هو يسافر بره، في ناس عندها افكار ان هي بيبقى في احتياج للسفر بره ان هو يجيب قرش اكتر من اللي بيجيبه جوه مصر، خصوصا ولو كان الوضع جوه مصر زي الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. الدولار في ازدياد والاسعار بقت جنونيه والمرتبات بقت ضعيفه جدا جدا. مش هقول لك بقى في واحد بيقبض 3000 و5000 و10000 و30 و50 و60000، كل واحد بيصرف على حسب احتياجاته. يعني ابو 500 جنيه مستور، وابو 2000 جنيه مستور، وابو 10 مستور، وابو 15 و60 مستور. كل واحد ساتر وقته او ساتر دنيته على قد ما مرتبه بيجي او على قد ما القرش اللي معاه بيمسكه. فكل واحد مصاريفه معروفه. المهم مش قصتنا قصه الكلام ده، دي كلها بتسهيل ربنا سبحانه وتعالى. لكن انا بتكلم من منظور انك انت لو عايز تزود دخلك او لو حابب تزود دخلك بتلجا لفكره السفر. فكره السفر خارج البلاد، فكره السفر فيها حاجات كتيره جدا حلوه وحاجات كتيره وحشه. طيب الحلو فيها ايه لو انت عايز تسافر بره؟ الحلو فيها لو انت عايز تسافر بره هتبدا انك انت تتعرف على ناس كتير، على ناس جديده، تعمل علاقات كتيره، تعمل بيزنس اكتر، عقلك يتفتح اكتر، يبقى عندك افكار جديده، يبقى عندك ثقافات جديده، تعرف ثقافات الغرب بيفكروا ازاي او ثقافات الدول اللي انت هتروحها بيفكروا ازاي، او تعرف طريقه بيزنس جديده او تعرف طريقه شغل جديده، او يكون عندك مجال متفتح انك انت يبقى في ايدك قرش زياده تعرف تعمل مشروع او تعرف تفتح بيه شركه اللي هي شركتك الخاصه، يعني لو انت راجل بيزنس مان كبير، او تعرف تعمل حاجه لمستقبلك زي ما كلنا كشباب بنفكر ان احنا نعمل حاجه لمستقبلنا اذا كنا لسه ما اتجوزناش. فاحنا محتاجين ان احنا نعمل مستقبلنا ان احنا نتجوز او نعمل بيت او شقه او ما الى غير ذلك، او تجيب عربيه او ما الى غير ذلك من الكلام ده كله. ولو انت عندك اسره او عندك اولاد فتفكر انك انت تعمل لهم مستقبلهم، تحط لهم قرشين في البنك او تشتري لهم حته ارض او حته عربيه او فيلا او ما الى غير ذلك برضه من الكلام ده كله. كمان انك انت هناك بتنمي مهاراتك وبتنمي يعني دنيتك المهنيه، او بتيجي مثلا يعني كدنيتك اللي هي المهنيه او الوظيفيه، بتزود من الفرص الوظيفيه لنفسك اكتر. يعني بتروح بره، بتسافر، بتشتغل في شركه، بتبقى موظف، بتبقى بزنس، بتبقى على حسب الشغل اللي انت رايحه، فبتبقى الخبره عندك زياده اكتر مما كنت عليه في البلد اللي انت فيها في موطنك الاساسي الاصلي. فاذا كنت يعني حابب انك انت تعمل كده فدي حاجه كويسه جدا وحلوه خالص خالص، وحاجه جميله جدا جدا. طيب من ناحيه لو انت راجل متجوز فدي حاجه مش حلوه. ليه بقى حاجه مش حلوه؟ لما انت كنت لسه عازب او لسه شباب او لسه في مقتبل عمرك، لسه الدنيا قدامك اوبن، لسه الدنيا قدامك فري، لسه ما بقاش عندك عيله ولا اسره ولا الكلام ده كله خالص، بقى عندك الوقت انك انت تطلع وتسافر وتجرب ويطلع عينك بره وتشتغل وتطحن وتتهلك في الشغل. مالكش طبعا يعني ما فيش فكره انك انت في حد وراك انك انت تعول همه او تشيل همه وتشيل مسؤوليته والكلام ده كله خالص، غير بقى ابوك وامك واخواتك. طبعا ده شيء يعني دي حاجه ثانيه، دي حاجه ثانيه. هم اصلا بيبقوا قلقانين عليك وانت بره، هم اللي بيبقوا شايلين همك مش انت اللي بتبقى شايل همهم، لان انت بتبقى بره لوحدك وحيد. انت لما كنت في بلدك او في موطنك الاصلي او جنب ابوك او امك او اخواتك، لما كنت بتتعب كان بيقول لك خد البرشام ده، خد العلاج ده، حد يسندك يوديك للدكتور، حد يطبطب عليك، بيبقى في عندك ستريس اقل او ضغط نفسي اقل، ما بتبقاش شايل مسؤوليه على القدر الكافي من انك انت بتبقى بره لوحدك عايل همك ومسؤوليتك لوحدك. بتبقى في الغربه وحيد تماما تماما تماما، بتبقى منغمس بس في الشغل، من الشغل للبيت ومن البيت للشغل، انك انت عايز تعمل حاجه بعد ما تروح لاسرتك او لابوك او امك او اخواتك، او بمعنى صح عشان تبقى على قد المسؤوليه، او تقدر انك انت مسافر عشان هدف في دماغك فانت عايز تحققه. فدي حاجه من ضمن الحاجات دي حلوه في حد ذاتها، مش وحشه. لكن بقى ايه الوحش بقى؟ الوحش اللي احنا عايزين نقوله انك انت لو راجل متجوز فانت في عيله انت مسؤول عنها. ليه؟ لان العيله دي مسؤوله عنك، انك انت عايز يعني توفر لهم احتياجاتهم مش بس اكل وشرب وفلوس ولبس والكلام ده كله، لا، احتياجاتهم من ناحيه المشاعر والعواطف والاهتمام بيهم، تعرف مشاكلهم، تعرف تربيهم كويس، تعرف تحل مشاكلهم كويس، تعرف تبقى قريب منهم، تبقى كمان انك انت تكون على قدر المسؤوليه اللي قال لنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
فربنا سبحانه وتعالى لما اداك نعمه الذريه او اداك نعمه الاسره او الكلام ده كله، ما قالكش انك انت يعني تخلف عيال وتسيبها وتمشي. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كما ربياني صغيرا هي مش بس الاكل والشرب واللبس والكلام ده كله، لا دي ربنا سبحانه وتعالى قال عليها ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم. دي منهيه، ده امر منهي. يعني ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك انت وهو، زي ما بيقولوا كده بيرزقك برزق عيالك. فالحته اللي انا عايز اقول لك عليها، ربنا لما قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، المقصود بيها التربيه. ان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث كثيره كان فيما معناه ان هم ربوا ابنائهم، هم ابناء 7 واضربوهم عليهم هم ابناء 10. معنى ذلك انك انت ماشي بالتدرج وبالتدريج مع اولادك في التربيه. فدي حاجه من ضمن الحاجات. هتقول لي طبعا هسافر هقعد سنه سنتين ثلاثه مش عارف ايه الكلام ده كله، سافر مفيش مشكله، بس هم عيال صغيرين. لكن انت لازم تكون عارف هتعمل ايه بالظبط، لان السفر ده بيبقى ادمان. ادمان ازاي؟ ادمان انك انت سافرت، جبت قرش حلو من بره، مسكت قرش في ايدك، عملت حاجه بقى. طبعا بقيت اذا كنت في مصر ولا اذا كنت في اي دوله ففقيره، فالدولار بره او العمله اللي انت بتسافر، الدوله اللي انت بتسافر فيها بتبقى اضعاف الدوله اللي انت فيها، والا اذا ما كنتش سافرت. دي حاجه. فانت بتمسك اضعاف القرش اللي انت كنت فيه في بلدك، فلما ترجع بلدك وتشتغل بملايين او تشتغل ببتاعهم، فترجع تفكر طب ليه ما ارجعش تاني؟ الشيطان والهاجس والهواجس والوساوس في دماغك بترجع تاني، ترجع لفكره الادمان، ادمان السفر، بترجع تاني. او بمعنى صح ممكن تفتح مشروع فما يكونش عندك خلفيه او ما يكونش عندك خبره بالمشروع ده، فيبدا المشروع يقع منك او ما الى غير ذلك، فترجع برضه فكره الادمان السفر تاني. وكمان هرجع اقول لك ده مش حد واحد بس، ده ناس كتيره جدا جدا وقعت في الموضوع ده. فدي حاجه برضه. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقول لك عليها ان السفر ليه ثمن، فكل حاجه ليها ثمنها. ربنا سبحانه وتعالى لما اداك النعم او لما قسم النعم علينا ككل، ادى كل واحد حقه. ادى كل واحد حقه من ناحيه الرزق، والرزق ده طبعا حاجات كتيره جدا، مش بس اكل وشرب وفلوس والكلام ده كله اللي الناس فاهمها، لا الرزق نعمه صحه، نعمه استقرار، نعمه هدوء، نعمه راحه بال، نعمه تربيه، نعمه زوجه صالحه، اولاد صالحين، توفير الحياه والاستقرار والكلام ده كله. فدي كلها نعم من نعم ربنا سبحانه وتعالى. فانت حضرتك لما تبدا تسافر لازم تبقى عارف ان في اسره وراك مسؤوله منك، ما تبقاش عامل زي اي تي ام بالنسبه لاولادك. انا دلوقتي اب بيسافر وبيسيب عياله وطبعا بيبعت لهم فلوس والعيال طبعا بيعملوا ما بدلهم، لانك انت بتسافر وترمي زي ما بيقولوا كده المسؤوليه على ام العيال. فهي هتعمل ايه؟ هتربي لك اولادك والكلام ده كله. فده في حد ذاته صعب. ليه؟ لان يعني كانت يعني بتذكر حته بتاعت عمر بن الخطاب لما سال واحده من الصحابيات، ف يعني قال لها اقصى مده الزوج ممكن يبقى بعيد عن زوجته ايه؟ قد ايه مثلا؟ قالت له 3 شهور. فعمر بن الخطاب قرر في الوقت ده ان هو الزوج، انه اي حد من الجنود يسافر في مهمه ما يقعدش اكتر من 3 شهور. عشان كده انا بقول لك اهو، لو سافرت ما تسافرش تقعد 2 3 10 زي ما الناس بتعمل. ليه؟ لان دلوقتي بقى في وقت فتن، والفتن دي بتبقى موجوده والشيطان شغال دايما، سواء للي دنيته كده او للي دنيته كده. ودلوقتي الفتن بقى اكتر منها مفيش حد دلوقتي الا من رحم ربي بيمشي على الصراط المستقيم، ايا يكن دنيته ايه او ايا تكن حياته ايه او يعني او مشواره ايه. فاي حد كترت في ايده فلوس، كترت في ايده البذخ، كتر في ايده وقت الفراغ، بقى العامل الاساسي والرئيسي اللي هو الاب والام مش موجودين، احدهما مش موجود، فبتبقى سيب فراغ كبير جدا جدا من ناحيه عدم الاهتمام عند الاولاد او ما الى غير ذلك. فيبدا الفراغ ده يعمل حاجه اسمها تسيب واهمال لدى الاولاد. الا ما رحم ربي الاسره الكامله النظيفه المتربيه الكويسه المحترمه، دي ليها احترامها وليها تقديرها. بس انا بقول لك ده على وجه العموم ليس وجه الخصوص، على وجه العموم، وده الاغلب الاعم. ففكره السفر في ايامنا دي بقت مش سهله، بقت صعبه، بقت يعني اذا ما كنتش ملم باللي انت عايز تعمله او ما عندكش خلفيه او فكره او هدف محدد في وقت معين هتعمل ايه، يبقى طبعا ما تسافرش. بلاش تدمر مستقبل اولادك، او بلاش تدمر مستقبل عيالك، او بلاش تدمر مستقبل اسرتك علشان خاطر حضرتك عايز تجيب جنيه زياده. عمرك بيضيع في السفر، وبتضيع متعه انك انت بتقعد مع اولادك او بتربيهم كويس او بتراعيهم كويس. عمرك بيضيع وانت بتجيب الفلوس. بلاش تجري ورا الفلوس، بلاش تجري ورا متع الدنيا. احنا عايزين نأمن مستقبل اولادنا، لكن مش بالطريقه دي، مش بطريقه ان احنا نسيبهم ونسيب فراغ كبير جدا في حياتهم يعني. فدي حاجه من ضمن الحاجات. كمان اللي انا عايز اقول لك عليه ان هو فكره انك انت تسافر وتبقى غريب هناك وحدك، محدش يطبطب عليك في الغربه، محدش يطبطب عليك في الغربه. فدي حاجه يعني مش سهله. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتعملوا سبسكرايب. محتاج دعمكم ومحتاج اشتراككم في القناه. شكرا، السلام عليكم.